بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معايا على قناتكم غاتو ديليس. طبقنا اليوم طبق تقليدي تاع زمان زمان اللي هو شطيطحة الحناك أو خدود البقري. طبق من زمان تقريبا اندثر، قليل قليل اللي بقى يطيبوا دركا. حبيت اني نحييه معاكم، اللي نساه يتفكروا واللي ما يعرفوش يعرفوا. هيا نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات، أول حاجة عندي الخدود أو تقدروا تسموها بوزلوف. بوزلوف البقري. الفرق بين بوزلوف الغنمي والبقري، بوزلوف الغنمي ميدم بزاف وفيه كمية كبيرة تاع لا جيلاتين. هذا كما راكم تشوفوا تقريبا اللحم صافي. خدود البقري ناقصين بالبزاف ليدام، والبنه تاعها اللي ما يعرفهاش جايه ميلونج بين الجاري او القطع هذوك تاع السيقان تاع البقري اللي فيهم لا جيلاتين، وبين البنه تاع اللسان. صديبو على حسب القطعه اللي راح تكون معك. انا لهنا عندي لي دو تاع البوشي تقريبا نص خد. النسيج تاعو خليط بين لي دو الجاري والملمس تاع اللسان. كاينه مرصو برك لهنا خليته لكم، حبيت انكم تشوفوه. هذا يجي فيه طبقه بيضاء، يجي مغلف بطبقه كيما تاع اللسان. انا لهنا نحيته او سلخته، حطيته يغلي على النار حوالي 10 دقائق ربع ساعه، ومن بعد قشرته نورمال كيما نقشروا اللسان. للاسف نسيت ما صورتش يعني هذا المقطع. المهم هو كاين ناس بزاف ياكلوه كيما راهو ما يقشروش، انا صراحه ما يحبوش، لازم نقشروا. وهذا المقطع اللي وريته لكم من القطع اللي قلت لكم القوام تاعو تجي كيما اللسان. شوفوا كيفاش راهو شاد روحه يابس نفس قوام اللسان. لهنا كيفاش نتعامل مع القطع تاعي قبل ما نبدا اني نطيب. نحكم نحطها في ماء سخون مع شويه تاع الملح حوالي نص ساعه باش تتنحلها اولا الزنخه، تفتح اللون تاعها، ما يبقاش معايا ما تجينيش كحله كيما اللحم تاع البقري. الطريقه بالتفصيل كنت شاركتها معكم من قبل في فيديو تاع شطحه اللحم، نتمنى انكم تعاودوا تتفرجوا هذاك الفيديو، راح نخليه لكم في صندوق الوصف. صافي دوكا بالنسبه للمقادير، عندي القطع تاع اللحم تاعي اللي كانت مشمخه في الماء السخون والملح، طرتها وعطيتها غسله صفيتها، ها هي راكي قدامكم. بالنسبه للمقادير، عندي الثوم المكون الاساسي في الشطيحه تاعنا، عندي حوالي 5 فصوص كبار كما راكم تشوفوا. انا اليوم الشطيحه تاعي راح نديرها لكم تقليديه 100% بدون اي تغيير، او كما ديما نقول لكم حسب ما نعرفها انا. يعني راح نديرها بالثوم مش بالبصل كما شاركت معكم من قبل الشطيحه تاع اللحم، تفهمنا. عندي نص مغرفه تاع الملح، ما تكتريش الملح لان المرق تاعنا راح يجي عاقد على الاخر. من بعد كي تكملي الى احتجتي راكي تزيدي. عندي مغرفه كبيره تاع العكري الحار، ضروري الاكله هذه تجي حاره. نص مغرفه تاع الفلفل الكحل، مغرفه صغيره تاع الكزبر، تحبي ما ديريش احنا دارنا يديروه. وعندي نص مغرفه تاع الكمون، مكون اساسي في الشطيحه الكمون. وهنا البنات بك ملاحظه بسرعه، الشطيحه تاعنا في دار بابا في الجي نديروها بالكمون. اللي دارهم من عاداته يديروا الشطيحه تاع الكرويه، نحي الكمون ديري الكرويه، هذا مكان باش ما نطيحوش بك في الجدل الشهير تاع كل عام في العيد الكبير، الشطيحه بالكمون ولا بالكرويه، تفهمنا. هنا عندي شويه تاع الحميصه، انا الحميصه هذه تاعي مشمخه برك مش مغليه. وعندي 3 ريوز من الفلفل الدريس، شمخته في شويه تاع الماء سخون باش يطرى نجم اني ندرسه. نجيب المهراس نحط تحته فوطه باش نبروتيجي الرخامه تاعي، ونبدا بالثوم هو الاول، نقطعه قطع صغيره باش يعاوني. كي نكمل نهبط عليه بنص مغرفه هذيك تاع الملح، ندرسهم هما الاولين حتى يوليو كشغل بوماد بالطريقه هذه. ومن بعد نحكم الفلفل، نبدا اني نقشرو، اونفا مانيش نقشرو راني نقسم فيه برك باش نحيلو الزريعه، نتخلص تماما من الزريعه هذه اللي كاينه. وهنا الفلفل تاعي البنات او مش حار، فلفل دريس مش حار، على بها استعملت العكري حار. وثاني على بها راكم تشوفوا فيا نستعملوا بيدي عادي بلاش بدون ليغون، لانه لو كان جاء فلفل حار تاع الصح ما نقدرش نمسو، لازم باش نقشرو سورتو كي نمس هذا المكان اللي معمر بالزريعه لازم لي ليغون سينو يلهبوا يديا، تفهمنا. كي نكمل تنقيه تاع الفلفل نحطه مام هو في المهراس ونكمل ندرسو او نهرسو. لازم نتحصل على بوماده كما راكم تشوفوا. هنا نبدا نضيف التوابل اللي قلنا، نص مغرفه تاع الفلفل الكحل، مغرفه كبيره تاع العكري حار، مغرفه صغيره تاع الكزبر، ومغرفه صغيره تاع الكمون. صراحه انا مانيش راح ندرسهم لان التوابل تاعي مطحونه بيان، راح نحطهم على الثوم ونحركهم جوج سبق بالمغرف. نجيب طبسي نحط فيه الدرسه تاعي باش من بعد في التقليه ما تغلبنيش ويتحرق لي الثوم تاعي. نحط الدرسه في الطبسي ونجيب نص كاس تاع ماء نحطه في المهراس، نشلل به هذاك المهراس ونروح ديريكتومون باش نبدا نطيب.
طفيت نجرة على النار، درت حوالي 2 مغارف تاع الزيت ونهبط بالثوم هو الاول. ثواني فقط، المهراس هذاك اللي فيه الماء راهو جوست قدامي، ثواني فقط ندي ونجيب فيه هذاك الثوم ما يتصهد بهذاك الزيت ويبدا يطلع الريحه تاعو، لانه الثوم ما فيهش الروح، ماشي كيما البصل تمتم يتحرك. كي نشوفوا باللي سي بون بدات تخرج ريحته، مباشره نرمي عليه هذاك النص كاس تاع الماء. ونخليه يرفد الغليه، ونجيب القطع تاع اللحم نبدا نستفها هكذا على الوجه، هذا هو الاول، نخليها تتصهد او تتشمع من التحت. ونقلبها على الوجه الثاني ونخليها تتقلى في عقلها. ملاحظه مهمه البنات هنا، اولا النار لازم تكون ناقصه على الاخر، ثانيا تعطيها وقتها في التقليه. الاطباق التقليديه هذه التقليه، الوقت اللي تعطيه للتقليه هو سر البنه تاع الطبق كامل اللي راك ديري فيه. وانا اليوم كيما راكم ترماركيو راني نطيب في طنجره صغيره، حبيت نديرها على قانيها كيما يقولوا بالطريقه التقليديه البحته. طبعا لو كنتي حابه تستعملي الكوكوط تتبعي نفس الطريقه، راح تدي لك الفرق بك راح يكون في مده الطياب. هذا ما كان في نص الوقت هذاك تاع التقليه نجيب الحميصه تاعي اللي تفهمنا راهي مشمخه، نرميها مع اللحم، نخليها تتقلى معاهم باش تدخل هذيك البنه تاع التوابل. وانا صراحه اول مره نستعمل الحميصه تاعي مشمخه، ما عنديش الوقت مازال ما طيبتهاش. عاده نطيبها بيان ميم هي بتوابلها. انا حنحط لكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش نطيب الحميصه تاعي باش تجيني بنينه على الاخر وطايبه. ديما نرميها اخر حاجه. انت طبعا لا كانت الحميصه تاعك مشمخه ديري كيما انا، لا كانت الحميصه تاعك طايبه خليها قبل ما تطفي بحوالي 10 دقائق ورميها باش ما تتهرالكش. نغطي عليها ونخليها تكمل التقليه تاعها كيما تفهمنا في غرضها. دوكا فات واحد 4 دقائق هكاك وانا نقلي فيها. نجيب هذاك المورسو اللي تفهمنا قلت لكم ديجا نسلختو، نحطه في وسطهم باش يكمل مام هو يتقلى ويشرب من هذيك التوابل كامل. هنا البنات كان فات 5 دقائق اخرين، يعني تقريبا 11 او 12 دقيقه وانا نقلي في الطنجره تاعي. شوفوا كيفاش هذاك القطع تاع اللحم طلقوا لا جيلاتين اللي فيهم والمريقه تاعي او تقدروا تقولوا الزيت. شوفوا كيفاش راهي خافره مالغري راهي توم فقط. دوكا نمرق بالماء السخون. الماء البنات شوفوا لهنا المستوى تاعو راني مخلياته نصف القطع تاعي برك، لانه كما تفهمنا اليوم حابه نديرها بالطريقه التقليديه. راني ندور كي نشوفها شربت الكميه تاع الماء نزيد لها كميه اخرى حتى نشوفها باللي طابت لي زبده على الاخر. انت لا كنتي راح تطيبي في لاكوكوط من المره الاولى ديري الكميه المناسبه تاع الماء بحيث انك تغطي القطع تاعك كامل، مش كيما انا ديريها الا نص باش ما تبقايش بك اشاك فوا تحلي وتغلقي في لاكوكوط. مع ملاحظه مهمه نعاودوا ناكد المرقه تاعك لازم تجي خافره على الاخر، ما تستعمليش كميه كبيره تاع الماء. وهذا البنات كان الشكل النهائي طبقنا التقليدي اليوم خدود البقري. درت له رشه تاع الدبشه، هو في الاصل يترافق بالمورسو تاع القارص، ديري معاه عصره تاع القارص كي تكوني تاكلي فيه. كنوريكم كيفاش اللحم تاعي طايب زبده وركزوا شويه مع النسيج تاع اللحم. تعرفوا واش كنت نهضر لكم في البدايه، هاد القطعه النسيج تاعها قاعد كيما الجاري او القطعه هذوك تاع العضلات اللي يجوا في الساق، وهكذا بالطريقه هذه بالضبط تتقدم. انا اليوم كيفاش تناولناها في داري بالطريقه هذه اللي راكي تشوفوا فيها مع شويه تاع الروز. وقبل ما نطفي بحوالي ربع ساعه رميت البطاطا والكورجات. تقدروا تقولوا مزيج بين المطبخ التقليدي الجزائري والمصري. هما عندهم اكله اسمها خضار باللحمه لا تتقدم مع الرز. على بالكم باللي المطبخ المصري رقم 1 فيه طبق اساسي الرز، لازم يكون اجور. بما ان ولادي يعني تربوا في حجريه ما ربي يحفظها ويخليها، خلاص والفنا تقريبا كل يوم عندي الرز. نتناولوا الرز اكثر ما نتناولوا الخبز. حتى يعني زوجي زدنا علمناه الصنعه هذه، مام هو ولا ياكل الرز مع كلش كيما احنا. هكذا يكون خلاص الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يكون افادكم ولو بالشيء القليل. ما تنسونيش من دعمكم وتشجيعكم، والف شكر لكم.